جميلة كهذه أصبحت عادة روتينية نشاهدها في هذه المسابقة. بطولة تبدو وكأنها احتفال أو كرنفال متواصل في كل مباراة. اهتمام في مستوى آخر يضيف أهمية كبيرة لكل مباراة تلعب وتجعل الجميع مستعد لتقديم كل ما عنده في الملعب من أجل هذه الجماهير. كريستيانو رونالدو، كرة في الشباك، يا إلهي، كرة في المرمى، ضربة أولى رائعة في هذه المباراة. الآن تأتي الفرصة من أجل تحقيق الفوز ويجب الحفاظ عليها حتى سماع صافرة النهاية. قناص امام المرمى، يا لها من فرصه، يا لها من نهايه. هذا اللي يقول لك لاعب حاسم. هذه قدرات خاصه، هذه مهارات خاصه لا يتمتع فيها الا القليل. تمركز، التموقع، سرعه رده الفعل، انتباه لكل كره في الملعب، استغلال الفرص، هذا امر كبير جدا. يا لها من بدايه رائعه جدا، من بدايه ناجحه بهذا الهدف المبكر. تشتيت الكرة، فوفانا يتسبب في احتساب المخالفة. فوفانا يتحصل على انذار بعد التدخل الأخير. بدون مخاطرة يعود بالكرة. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ يمكن القول أنها كارثة على الفريق. اعتراض رائع للكرة. يحاول أن يلعب كرة بينية. يسدد الكرة، تذهب الكرة إلى خارج المرمى. ساديو ماني لم يكن موفقا هنا، ربما عليه تجربة حلول أخرى للوصول للمرمى في المرات المقبلة. يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. بينية لا تخترق الدفاع، ربما عليه التفكير في حلول أخرى. تلعب الكرة إلى الأمام. فاتت ومرت، وصلت إليه. يبحث عن لاعب في المنطقة الأمامية. الآن إمكانية المرتدة. يا عيني، شوف كيف يتعامل مع الكرة بقدمه. ساديو ماني. كرة طويلة للأمام. رونالدو. قراءة ممتازة من الدفاع. يستعيدها بسرعة. تمريرة طولية إلى الأمام. الله على هذه المهارة، مرور غير عادي، تمريرة جميلة. بروزوفيتش دافع بشكل سليم، قرأ التحرك بشكل مطلوب، قام باتخاذ القرار السليم في الوقت المناسب. يعدي والتسديد، يبعدها عن مناطق الخطورة. والآن نهاية الجزء الأول من هذه الحكاية، نهاية الشوط الأول في هذه المباراة. إيقاع عالي جدا، قدموا إيقاع حقيقي هو المناسب في مباراة اليوم. تناغم، تجانس كبير بين اللاعبين، قوة شخصية في هذا اللقاء، وأيضا تألق كبير أمام المرمى. كريستيانو رونالدو، مجهود رائع. الركنية الأولى في المباراة. أليكس تيليز يلعب كرة قصيرة. تاليسكا حطها في الشباك، جول. تمركز رائع، توقع مثالي الكرة، ذكاء كبير في تسجيل أهداف، قرأ الموقف بشكل سليم، ردة فعل سريعة جعلته يسجل هذه الكرة. الأمر لم يكن مصادفة بصراحة، الذكاء هو عامل حسم في مثل هذه المواقف.
النتيجة الآن هي هدفان مقابل لا شيء. تقدم بهدفين، يعني أنهم متحكمين تماما في مجريات اللعب بالطول والعرض، يقدمون أداء ساديو ماني يسدد الكرة المرتدة. يا سلام، كرة جميلة جدا في المرمى. يفهم كرة القدم جيدا، توقع الكرة واستحق أن يسجل هذا الهدف. هذه قدرات خاصة، هذه مهارات خاصة لا يتمتع فيها إلا القليل. تمركز، التموقع، سرعة ردة الفعل، انتباه لكل كرة في الملعب، استغلال الفرص، هذا أمر كبير جدا. يا إلهي، هاتريك جميل. هذا الهاتريك اللي يؤكد لك قيمته، نجوميته، هذا الموهوب. مباراة للتاريخ هنا، صراحة مباراة للتاريخ. هذه مباراة لن ينساها، يتلاعب بالجميع في الميدان. هذا الحريف. تستمر المباراة والنتيجة أمامنا، 3 أهداف مقابل لا شيء. عدت الكرة، انطلاقة مدافع إلى الأمام، ضربة رأسية، كرة بعيدة عن المرمى. الكرة ملعوبة من مسافة، كرة من جهة اليمين. يا سلام على المرور الجميل، على المهارة العالية. تاليسكا، يمر ويلعب كرة بينية، كرة عرضية على أمل إحراز هدف، يلعبها لمنطقة الخطر. بروزوفيتش، كريستيانو رونالدو. Substitution on the field. Number 21 coming on to replace him is number 22. والعرض ساديو ماني. يا إلهي، هذه الفرصة كيف ضاعت؟ غريبة جدا إضاعة الكرة من هذه المسافة أمام المرمى. أداء مخيب جدا في ترجمة الفرص. دفاع ثابت صلب، لا يترك أي فرصة. ساديو ماني، هجمة مرتدة الآن، فرصة ساديو ماني أضاع فرصة سهلة للغاية. Substitution in progress. والآن تغيير سيتم مع توقف الكرة. انطلاقاتها راح تكون مصدر خطورة في داخل الملعب بكل تأكيد. تاليسكا في الوقت المناسب يتدخل، تمريرة طويلة في اتجاه ممتاز إلى كان ممكن الأمور تتعقد أكثر في الهجمة المرتدة لولا التدخل الجريء لاستعادة الكرة مرة أخرى. كريستيانو رونالدو، فرصة أخيرة لزيادة الغلة التهديفية من هذه الركنية. أليكس تيليز يلعبها قصيرة، تسديدة في اتجاه المرمى. بروزوفيتش، يطلق الحكم صافرة معلنا نهاية المباراة. كثير من الأشياء الرائعة في مباراة اليوم، أكثر ما لفت الانتباه اليوم أداء المهاجمين، شيء غير عادي هذا اليوم. مباراة كبيرة من خط